يا اختي عاد دخل قرات عيني للدار لقاني كندير الروز بالحليب. ما نكذبش عليكم ما بقيت قد نطيب حتى حاجه، كلشي طلع ليا في راسي. هو غير شافو كحل بالعمى وبدا ينقر. واش هذا عشا؟ اش هاد الشيء؟ واش بنادم ما بقاش يرتاح في دارو؟ وانا كنقول ليه غير بشويه وهضر غير بشويه الجيران غيسمعونا. وهو راسو قاصح مشى حدا الباب وعما فين زاد فيه. صافي عطاها الغوات وقال لي انا غادي خارج، وانا ما رضيتش جارتي تسمعني ولا تعرف عندي شي مشكل بحال هذا. مشيت لعندو كنقول ليه نعس الشيطان نعس الشيطان، وكانت في يدي مقله. هو ما حشمش وتا انا ما شعرتش، تهزت ديك المقله وعطيتها بيا على الراس. طاح دوده، عييت ما نفيق فيه والو، قلت ناري مهمتي وقال لا مات. طاح لي الماء في ركابي، قلت صافي هنا مشيت فيها. قلت نجر الزمر من رجليه نديه لبيت النعاس حتى لا جاو البوليس نقول لهم راه كان ناعس. ما دخلتو البيت تغفر لي الله الذنوب، بحال شي نمله وكتجرف فيل. شويه سمعت الدقان قلت صافي مهمتي ناري كحالت، شي حد عيط للبوليس. حليت لقيتها جارتي، لقيتها مسكينه جايبه طاجينه وجايه، قالت لك نتعشاو مجموعين. واقيلا لا سمعتنا كنتغاوتوا على العشاء. دخلتهم بقينا جالس، قالوا لي فين راجلك؟ قلت لهم راه مشى ينعس جا عيان من الخدمه. جارتي بقات كتشوف في راجلها ما فهموا والو، شي كيشوف في شي، وغير حطينا الطاجين الراجل تم جاي. انا شفتو ما عرفتش باش تبليت، قلت ناري مهمتي فرشخني قدامهم. انا سقلت في بلاصتي قلت اليوم كحالت عليا. جاني شان بس لي على راسي قال لي حبيبه فين هو الروز؟ قلت ليه الروز راه في الكوزينه. مشى جاب ديك الكاسرونه وخشى راسو طاح في عمى. كيقول ليه جارنا كل معنا الطاجين، قال ليه لا انا بغيت الروز من اليوم فصاعدا ما كاين على الروز. انا ما قديتش نهضر ما فهمت والو. واش السيده عارف راسو اش كيقول ولا هذا من اثار الصدمه؟ من اليوم عرفت ان ما كاين لا سحاره لا الحلاحه، القتاله غلبتهم كاملين. المهم من هاد المينيبار اللي بغاتني نسلف المقله مرحبا بها على العين والراس الله يا ودي، واللي بعيده عليا نعطيها الماركه ديالها راه دقه بطله. تقول إحداهن: تزوجت أنا وزوجي عن حب ومرت الأيام، لكن سرعان ما نشبت بيننا الخلافات. كنت عصبية وهو كذلك، فكنت أرفع صوتي ويرد علي بالمثل، حتى وصلنا إلى طريق مسدود وقررنا الطلاق. عدت إلى منزل أهلي وحاول الأهل التوفيق بيننا لكن دون جدوى. وفي صباح أحد الأيام تلقيت منه اتصالا سألني عن حالي، فأجبته أنني بخير، فقال لي: اتصلت بك لأسمعك، قولي لي كل ما يزعجك ولن أقاطعك. تفاجأت من طلبه لأنه لم يمنحني فرصة كهذه من قبل. بدأت أتحدث وأعبر عن كل ما كان يضايقني، أشياء كثيرة لم يكن يعلم أنها تؤذيني أو يلاحظها. بعد أن انتهيت سألني إن كنت قد أفرغت كل ما في داخلي، فأجبته بالإيجاب، فقال: سأتصل بك في المساء لتكملي حديثك إن أردت. وفعل ذلك. استمر لمدة 3 أيام يتصل بي يوميا، يستمع إلي بصبر وهدوء. وفي اليوم الثالث شعرت بخفة كبيرة وكأنني تخلصت من حمل ثقيل. وعندما طلب مني أن أتكلم أخبرته أنني اشتقت إليه، فقال لي إنه أيضا يشتاق لي. وفي اليوم الرابع جاء إلى بيت أهلي وأعادني إلى منزلنا. تصالحنا وكأننا تعرفنا على بعضنا من جديد، وعادت حياتنا إلى أفضل من مكان. سألته بعد ذلك عن سر هذه الفكرة، فأخبرني أنه ذهب إلى قريته وسأل جده الكبير في السن، فقال له الجد: اتصل بزوجتك ودعها تفرغ كل ما في قلبها، واستمع لها بصبر، وسيرزقكم الله خيرا وستتصالحا. إن هذا الجد الطيب رغم أنه لم يتعلم في المدارس كانت نصيحته السبب بعد الله عز وجل في عودة علاقتنا. العبرة: إن أغلب الخلافات تحل بالاستماع والتفاهم. علق بالصلاة على النبي أو استغفر، واجعل يداك تشهد عليك بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إلا عاونتي مرتك غادي يعاونك الله، إلا خففتي عليها تقل غادي يخفف عليك الله، إلا فرحتيها غادي يفرحك الله، إلا كرمتيها غادي يكرمك الله، إلا سترتيها غادي يسترك الله، وإلا تعديتي عليها ولا ضيعتيها راه غادي يخلصك الله. رد معايا البال، هذيك الزوجة راه أمانة عندك، ستحاسب عليها، ستحاسب عليها في الدنيا والآخرة. شحال من واحد خرج فيه الدعوة مرتو عطاه الله مرة الله يعمر هذا، ما خلى الزنا، ما خلى الخيانة، ما خلى الضرب، ما خلى الهجر، ما خلى الشراب، ما خلى المخدرات، معيش ديك المرأة في العذاب الأليم. سلط عليه الله شي مرض ولا شي كسيدة ولا شي مصيبة تشتت في الدنيا قبل الآخرة، ومع ذلك كتلقى ديك المرأة مسكينة معاه والله ما كتسمحش فيه، ما كتخليش. لأن المرأة يعني واحد الكائن إلا عرفتي كيفاش تتعامل معاه غتعطيك عينيها، إلا جيتيها بالرفق وباللين وبالحكمة وبالموعظة وبالأخلاق غتكسبها.